السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عاملين ايه؟ يا رب دايما تكونوا بخير. يلا بقى كده ما تنسوش اللايك والاشتراك في القناة وفعلوا الجرس عشان يوصلكوا كل جديد. طبعا بقولها لكم في اول الفيديو عشان ما تنسوش. انا كنت بحضر فطار، يعني بدأت اليوم الاول قلت بقى اعمل فطار كده. عملت هنا الباذنجان عشان عايزة اعمل مسقعة، حطيت عليه شوية آه يعني ملح عشان خاطر ما يشربش معايا زيت على ما اقشر البطاطس. طبعا حابة بقى تعمليه دواير، تعمليه تبقى طويل، يعني تقسميه. انا قسمته كده، يعني عملتها بالطول وبعد كده قسمتها 2 زي ما انتي حابة يعني. انا جبت بقى البطاطس وقشرتها كمان. قلت كده بقى ايه إن يعني هو مش كل يوم بقى فطار مسقعة وعملت تونة وحمرت بطاطس، لا ساعات بعمل يعني مثلا جبنة واقلي بيض وبطاطس. يعني ساعات يعني انا بحب المسقعة بس مش بعملها كل يوم يعني. وبرضه ساعات بقى لو نازلة مثلا اجيب حاجات من السوق وكده، فبجيب فطار وانا راجعة فول وطعمية. لكن مش بنزل مخصوص عشان اجيب، لانه بعيد عني شوية وبكسل اصلا ان انا انزل. يعني فكرة ان انا انزل ساعات ببقى في حاجات ناقصاني عايزة انزل اجيبها، ببقى مكسلة. عشان كده لما بنزل اجيب حاجتي من السوق بجيب كل حاجة انا محتاجاها طول الاسبوع عشان خاطر تبقى عندي ومنزلش تاني. هنا بقى قليت المتنجان وكمان على الطاسة اللي جنبها كده عشان يعني انجز وقت احمر البطاطس. النهاردة بقى ان شاء الله يبقى روتين تشجيعي. بدأت كده عملت فطار الاول وخلصت المطبخ والشقة كلها، وبعد كده بقى بدأت ان انا عملت البلكونة وعملت برضو تنظيف عميق للحمام. بس يعني كنت ظبطت كل حاجة عشان خاطر لما اجي اصور، مثلا التصوير بياخد وقت. واجي اعمل مثلا البلكونة وعملت الحمام وكده، كان الشقة معايا تمام عشان خاطر محسش بقى ان الوقت ضاع مني او الدنيا لسه مكركبة حواليا او كده. فبسيب يعني البلكونة او الحاجة اللي انا عايزة اعملها للاخر عشان التصوير وكده. لكن طبعا لان البلكونة الصغيرة اللي هي ناحية الغرف، انا مش بعملها كل يوم، بعملها مثلا كل يومين 3. لكن الكبيرة اللي انا بعملها كنت لسه عاملاها معاكم في الفيديو اللي فات، بعملها كل يوم بالشرشوبة طبعا. فدي لما باجي اروق انضف الشقة ببدأ بيها طبعا. لكن انا كان ناقصني يعني البلكونة التانية، فقلت بدل ما اعملها كده وادخل الاقي الشقة مبهدلة، لا فاعمل الشقة بعدين ادخل عليها هي كده. بقى خلاص طلعت بقى رصة المسنجان وحطيت التانية. هنعمل بقى هنا التسبيكة بتاعة المسقعة. طبعا انا مسبكتش لها طماطم يعني فرمتها او كده في الخلاط، لا انا عملت كده فص توم في الزيت، وكمان قطعت كده الطماطم مكعبات ومعاها فلفل وشطة، يعني قرن فلفل وقرن شطة. وحطيتهم بقى كده عليهم شوية كزبرة وشوية ملح وسبتهم يتسبكوا شوية، نزلت عليهم بالبتنجان. ممكن برضو تسبكي لها تسبيكة شوية كده وتحطيها، لكن انا يعني حبيت ان انا اعملها في الاسرع شوية مسبكتش وكده، بتبقى حلوة برضو يعني. بس بقى سبتها بقى وطيت عليها وسبتها تتسبك بقى براحتها بقى. على كده كده البتنجان لسه يعني مخلصش كله. كمان البطاطس كان خلاص اتحمرت وطلعتها. جيت بقى هنا اعمل تونة. حطيت عليها طحينة بس، يعني ممكن تحطي بقى عليها بقى بصل مكعبات كده وليمونة، لكن انا حطيت بحبها بالطحينة بس. يعني تحسني كده في اول الفيديو كان صوتي مصحصح شوية، بس دلوقتي انا عملت الفيديو تسجيل الصوت ده على يعني مرتين قسمته عشان خاطر تيا كانت عمالة تعيط وكده، ففصلته ولحد ما نامت وكملت انا بقى. فاللي معاه اطفال صغيرة اصلا مش بيعرف يعمل حاجة والله. يعني ساعات بتغلبني وفي النوم برضو بتغلبني، وحتى بالليل ببقى عايز ساعات اظبط نومي بتفضل سهرانة لحد يعني الفجر. فده بيخليني اصلا الصبح ساعات مبقاش قادرة اقوم. يعني ساعات لو عايزة اعمل فيديو بصحى بدري، وفي اوقات ما بقدرش ان انا اصحى، بأجل مثلا ان انا هعمل الحاجة دي النهاردة اعملها بكرة. فربنا يعين كل واحدة معاها اطفال صغيرة. يعني انا معايا واحدة ومغلباني، لكن لو كبار يعني عادي، يعني يقوموا بقى يروحوا مدرستهم يروحوا دروس، فاللي انتي وراكي هتخلصيه. فاللي معاها اطفال زي كده يعني احنا اللي بنبقى ماشيين على مزاجهم وبننام على مزاجهم. فلو معاكي وقت او مثلا مش معاكي وقت ان انتي مثلا تنضفي البيت كله في يوم واحد، قسمي زي ما انا بقسم كده. يعني كل يوم يعتبر بعمل حاجة. النهاردة كده عملت الفطار ودخلت عملت البلكونة والحمام. كنت عاملة معاكم في الفيديو اللي فات الركنة برضو والبلكونة الكبيرة. يعني نقسم كده عشان خاطر ميبقاش ضغط علينا برضو.
هنا بقى خلصت الفطار كده وفطرنا، دخلت بقى على البلكونة. دي بقى انا مش بعملها كل يوم لان هي اصلا مش على الشارع ومش بتتبهدل قوي يعني، بس هي الشجر الحتة دي بتتبهدل من الشجر. فهنا بقى كنستها. طبعا ما تستكفيش انك تكنسي حاجه، بس يعني ممكن تحسوا ان لما بكنسها هي بتبقى نظيفه، لكن لا، لما اغسلها وادعكها هتلاقوا الميه مطلعه فيها اتساخ ومش حلوه. يعني انت عارفه انت اصلا لو كنستيها وبعدها دخلتي البلكونه هتلاقيها برضو تحسيها فيها تراب، لكن لما بتمسحيها وكمان لما تدلقي فيها ميه غير انك بتمسحي بالشرشوبه. بحس برضو مسح الشرشوبه ده اللي هو ايه، تلميعه كده كل يوم بس، لكن لما تدلقي فيها ميه فعلا بتفضل نظيفه معاكي يومين. والأرضية ما تلاقيهاش كده فيها مثلا طبقة تراب بسيطة كده، تلاقي السيراميك فيه لمعة كده ونضيف. طبعا الحروف دي برضو مهما يعني كنستها برضو عليها تراب، طبعا مسحتها وعملتها برضو كده بالمية فكانت نضيفة. انا خلاص كنستها كلها ولميتها بقى كده. فطبعا كل يوم حاجة زي كده تعمليها، مثلا معاكي البلكونة دي متبهدلة، نمسك المطبخ برضو في يوم. انا ماشية زي سلسلة كده، لو عملت البلكونة عملت الركنة دخلت على البلكونة التانية اعملها برضو بالمية وتبقى نضيفة معايا. هعمل المرة ان شاء الله في الفيديو الجاي هعمل معاكم المطبخ لانه متبهدل اوي معايا ومحتاج يتنضف. هنا بقى خدت السور كله دلقت عليه مية، ما مسحتوش بقى بالقماشة او كده. يعني عايز بقى ايه يدلق عليه مية كده. هنا بقى الارض جبت بقى اوكسي كده ومسحتها وبدعكتها طبعا بالمقش عشان لو في اي اتساخ يطلع. وطبعا يعني لو المية هتبقى فعلا دلوقتي فيها تراب، لان لما دعكت الارض بتشيل اي حاجة معايا وتبقى الارض نضيفة، تبقى ريحتها حلوة كده. والله فعلا لما بخلص امسح بلكونه زي كده او اخلص اللي ورايا والاقي شقتي نظيفه، فعلا اخر اليوم لما بتيجي تقعدي كده خلاص خلصتي اللي وراكي بتبقي مرتاحه فعلا. ببقى مبسوطه قوي اني اخش كل شويه، ممكن اخش البلكونه ادخل انشر على النظافه ما تبقاش مثلا متبهدله معايا. ففعلا بتفرق والله. فعلا ساعات افضل اقول ان نعمه النظافه دي حاجه حلوه، يعني الواحد ينظف شقته، او ان الواحد يعني نعمة الصحة برضو. يعني الواحد الحمد لله لما كان بيجي عليا وقت تعبانة مثلا وانا حامل في تيا وما اقدرش انضف شقتي، فكنت مثلا اجيب حد يساعدني، كنت ببقى متضايقة ان انا جبت حد يساعدني. يعني الواحد كده يعني ربنا يديم الصحة علينا يا رب، لما بينضف الشقة وتبقى حلوة وريحتها حلوة فبتفرق فعلا معاكي. وفي الطاقة الإيجابية ان الواحد يعني يبقى عنده حماس ان يبقى يبدأ يومه. هنا بقى انا بلم المية بالشرشوبة، يعني هي في ماسورة هنا اصلا بتنزل المية كده. خلاص خلصتها وبقت نضيفة، فالماسورة دي وقعت، فلما باجي المية بتنزل بتروح نازلة في شقة سلفتي فببهدلها. فانا بقى بحط فوطة كده يعني بتاعة المطبخ مكان الماسورة يعني عشان المية ما تنزلش، وبلمها بقى بالشرشوبة وتبقى الأرضية نضيفة معايا زي كده وبقت جميلة. والشمس ساعتها كان عمالة تروح وتيجي كده فما كانش الجو حر يعني. هنا طبعا دخلت بقى الحمام، حط كده شوية اوكسي على شوية ده معطر الفريدة اللي يعني انا كنت مصوره معاكم قبل كده. طبعا الدوني مش تبعنا، والفريدة احسن بكتير بكتير وريحته حلوة جدا. حط شوية خل وابدأي كده لو عندك كلور برضو حطي شوية، وابدأي كده بقى اغسلي الحمام الغسلة العميقة مش الغسلة بتاعت كل يوم. الغسل اللي هي كل يوم كده بنغسل الأرضية وقعدة التواليت والحوض، ولو كان عندك مثلا بانيو كابينة كده. لكن الغسل بقى الأسبوع أو الشهر على حسب، يعني ممكن أعملها كل شهر وساعات بعملها كل أسبوع على حسب. بس انتي لو عندك أطفال هتعمليها كل أسبوع. يعني انا ساعات بقى كده بعديها شهر مثلا اعملها، وساعات يعني عادي بلاقي نفسي ان انا عايزه مثلا انضفها فانضف اعمل التنظيفه العميقه دي فبعملها عادي يعني. بس لو عندك اطفال زي ما قلتلك لازم تعملي كل اسبوع عشان يبقى الحمام بتاعك نضيف. طبعا غسلت بقى الحيط والكابينه من بره ومن جوه والارض بالمقشه. طبعا المقشه دي انا مش بكنس بيها سجاد وكده، هي مقشه خشنه بعمل بيها مثلا لو همسح بلكونة يعني اغسل الارض بيها كده بعمل بيها الحمام. فبعد بعمل بيها الحمام بعقمها كويس وبغسلها هي والشرشوبة برضو. الشرشوبة انا مش بعمل بيها غير برضو البلكونات والشقة، فبرضو بقى بعد كل مسحة بمسكها برضو اعقمها واحطها في الشمس عشان تبقى لما تيجي امسح بيها تاني تبقى ريحتها حلوة ومتعقمة ومتزفرش معايا الارض. وكذلك برضو بعمل كده في المقشة دي عشان خاطر تبقى نظيفة برضو ومتعقمة لما اجي اعمل بيها حاجة بعد كده تبقى نظيفة. لكن انا هو بس انا بستخدم المقشة الخشنة دي في حاجة زي كده، بس ان انا بغسل بيها الارض او كده.
طبعا بقى ريحة المعطر والحاجات اللي انا كنت حطاها برضو، ريحة المسحوق الاوكسي ده برضو ريحته حلوة جدا. مسحت بقى ولحيته كده وانا خلاص مسحته وخلصته، ريحة الحمام فضلت شوية حلوة، يعني الحيط بقى كله بقى ريحته حلوة ومتعقم، والأرضية ريحة النظافة يعني. هنا برضو كنت غسلت الكابينة من جوه، يعني هنا غسلتها من بره وكمان غسلتها من جوه، بس معرفتش اصور لاني مش عارفة ان انا ادخل الستاند معايا جوه بتاع التصوير وكده، بس غسلتها كلها وخليتها فله، لاني اصلا الحمام او الكابينة وكده لو سبتيها شوية بتلاقي عليها يعني جير بسيط كده، طبعا لما بتغسلي كل الحاجات دي بتروح. هنا بقى اللي عايزه اقول لكم الرغاوه دي بتغسل الواحد من جوه والله. هنا بقى غسلت بقى معايا الحوض كمان كده، كل الحيط خلص معايا والكابينه، ناقص بقى الحوض والارضيه. في يعني انا الحته ان انا اغسل كده برغاوي وبتاع واخلص اللي ورايا، دي بالنسبه لي كده انجاز. مش مثلا في ناس تبقى انجازها انها تجيب ميك اب لبس خروج كل واحد عنده حاجه، لا انا بقى انجازي عندي ان انا تبقى شقتي دايما نظيفه، ان دايما يعني الطاقه اللي ربنا مديها لي ان انا دايما في المكان اللي انا قاعده فيه يبقى مرتب ونظيف، اللي يخش بيتي كده يعني يعرف كده ان ايه، ان انا مش قاعده كده في التراب ولا الدنيا مبهدله ولا الكلام ده، لا تبقى شقتك نظيفه وريحتها حلوه. مش دايما ترش مثلا معطر والكومود اللي مثلا او التسريحه او الترابيزه اللي تحت الشاشه او اي حاجه مليانه تراب، يبقى انت كده ما عملتيش حاجه. لازم النظافة الأول، وأصلا تبقى الأرضية نفسها مثلا انتي مسحاها أو الحمام متعقم زي كده فريحته حلوة، هي دي ريحة النظافة مش بالمعطر ولا الحاجات دي. يعني انا لما بروح عند بيت اهلي واجي اول ما بدخل الشقه بتبقى متقفله وبتبقى تراب، طبعا ممكن اسيبها يومين 3 فبرجع ليها تراب. يعني عايزه اقول لكم اول ما باجي لا هنضفها، انفض بقى الشبابيك، امشي المكنسه، امسح اللي مثلا فيه سجاد بتاع الغرف اشيله وامسح وكده، احس بقى ان انا يعني مفيش بقى تراب وكده، وهوي الشقه وتبقى ريحتها حلوه وكده. يعني بقى خلاص غسلت بقى الارضيه كمان وكمان مسحتها. لو لسه بقى مكسله ولسه وراكي حاجات كتير قوي مش عارفه تخلصيها، فقومي كده ابدأي بحاجه حاجه، ابدأي مثلا بالمطبخ، عندك بلكونه زي كده اعمليها، ابدأي مثلا اعملي الحمام، كل يوم حاجه جنب التنظيف اللي هو اليومي، انت كل يوم بتعملي الروتين يومي كده تنظيف الشقة العادي، فتعالي كده كل يوم خدي معاكي مثلا بلكونة بس تنظيف عميق، الحمام تنظيف عميق، في يوم تاني ناخد المطبخ، كده يعني مش شرط كله مع بعضه. انا جه عليا وقت كنت مثلا لازم اعمل امسك مثلا المطبخ في يوم، البلكونتين ومش عارفه ايه في يوم، واعمل الريسبشن كله في يوم، وكنت بهد نفسي فعلا. لكن دلوقتي لما بقيت ان انا اخد جزئيه جزئيه معايا بقيت احس ان الدنيا سهله مش صعبه، وميبقاش كمان ضغط عليا وكده. كده النهارده يكون الفيديو خلص وخلاص كده بقى مسحت الحمام وبقى معايا تمام، واشوفكم على خير في فيديو جديد.